قبل أن ألقي كلمتي في هذا المؤتمر أن أتحدث بأمر يهمنا في وطننا المملكة العربية السعودية. إنني أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، التهنئة لهما بهذا الشعب الكريم، الشعب الوفي، نعم إنه شعب كريم ووفي متخلق بأخلاق الإسلام بما أمر الله به وبما علم به رسول الله عليه الصلاة والتسليم. نعم أهنئ قيادة هذا الوطن بشعبه رجالا ونساء كبارا وصغار على وقفتهم الأبية الكريمة الوفية. لقد أراد بعض الأشرار أن يجعلوا من المملكة بالأمس مكانا للفوضى والمسيرات الخالية من الأهداف السامية، ولكنهم أثبتوا أنهم لا يعرفون شعب المملكة العربية السعودية. إن هنا شعب واعي، شعب كريم، شعب وفي لا تنطلي عليه الافتراءات، إنه يعرف نفسه. لقد أثبت شعبنا للعالم كله أنه في قمة التلاحم مع قيادته، أمة واحدة متمسكين بدستورهم كتاب الله وسنة نبيه. الشكر مهما كان فهو قليل لهذا الإنسان السعودي الكريم. إنني على ثقة كاملة أن هذا كان له الوقع الكبير والأثر الفاعل في قلب وعقل سيدي خادم الحرمين الشريفين. ومثل ما نقول اليوم، شكرا وهنيئا لمليكنا بشعبه، سنقول غدا شكرا لسيدي خادم الحرمين الشريفين وهنيئا للشعب بمليكه. لا يفوتني في هذا المقام الإضافة إلى شكري للجميع، جميع من كان مواطنا سعودي، إلا أن أشكر سماحة المفتي، مفتي المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ولعلمائنا ولأئمة مساجدنا ولكل العقلاء من أبناء هذا الوطن، فقد ردوا بقوة وثقة بالله عز وجل على الأشرار تريدون بنا شرا، ولكننا والحمد لله أمناء على هذا الوطن وعلى كل مصالحه. هذا إيجاز لما أردت أن أقوله، وإلا الكثير في القلب والعقل ما يقال لهذا الشعب الذي رفع رؤوسنا أمام العالم كله. الحمد لله رب العالمين على فضله، وله الحمد والشكر. وشكرا لكم أيها الأخوة استماع لكلمتي هذه، وسأتحدث الآن بكلمتي لهذا المؤتمر.